هذا الفيديو طبي اجتماعي من أجل الحفاظ على السلام الأسري. لو احنا دلوقتي موجودين في عيلة فيها رجل 50 وامرأة 40 عايشين بقالهم 20 سنة مثلا مع بعض، وفجأة مشاكل مشاكل مشاكل، خصام، توتر، عصبية، الهرمونات هنا المتهم الرئيس. زي احنا اتكلمنا كتير على اللي بيحصل للستات، وخاطبت وناشدت الرجاله كتير ان هم يبقوا فاهمين ان دي مش مراتك، دي النسخه المعجونه من مراتك. النهارده انا بكلم السيدات وبقول لها على فكره جوزك هو كمان بيمر بمرحله صعبه ومحتاج مساعدتك. قبل اي حاجه انك انت تقولي له انت محتاج المساعده. الراجل المصري عموما شقيان بيكافح، اخر حاجه يفكر فيها انه يروح للدكتور لما يكون تعبان خالص خالص خالص. احنا هنا انت مش محتاج، انت مش تعبان لكن هتتعب وهيجي لك امراض. لكن انا دلوقتي عندك مشكله في السلم، طباعك، الجزء الاصلي، لكن هتتعب وهيجي لك امراض. لكن انا دلوقتي عندك مشكله في السلم، طباعك، الجزء الاصيل في شخصيتك اللي خلت مراتك تحبك، الثبات الانفعالي، القوه، الامان، الهدوء، رباطة الجأش. كل دي حاجات بتتأثر. وعد زي ما تعد طبعا، مرورا بقى على الحالة الجنسية والرغبة الجنسية والكلام اللي انتوا عارفين. برضو ما فهمناش ايه الحل. يعني انت عايزة كمان الرجالة كلها تاخد العلاج الهرموني التعويضي؟ الحقيقة انا بشوف انه التي ار تي، بغض النظر بقى ان هو موضة بقى في الجيم والحاجات الاستخدام الخاطئ ليه، ده استخدام خاطئ طبعا، معقد وصعب اكتر بكتير من الستات. والراجل بس اللي محتاجه هو اللي لازم ياخده، ولازم يبقى عارف كويس قوي 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 انه موضوع محتاج التزام، محتاج متابعة، محتاج تحاليل بشكل منتظم، تظبيط للجرعة، وله تمن، يعني له شوية مشاكل ممكن يدفعها. لو انتم مهتمين بالموضوع قولوا لي، هتكلم عنه مخصوص. لكن لغاية اما نتكلم على ده، تعالوا نتكلم على الراجل اللي بيمر بالاندروبوز. انا طالبه من مراته اول حاجه انها تتفهم اللي هو بيمر بيه، ثانيا تقول له انت محتاج المساعده، ثالثا وده المهم قوي، انه لو عنده كرش لازم ان احنا ننزله. لو الكرش طول الوقت ده عدى معانا بسلام، النهارده هو بيخلي التستوستيرون اللي عنده يتسحب ويتحول لاستروجين، والاستروجين ده بيلخبط كينونته. طيب عشان الفيديو ده طول، لو انتم مهتمين بهذا الموضوع، لو انتم شايفين في علاقه قويه بين حالتكم الصحية وهرموناتكم وحياتكم الاجتماعية والدروب الصعب اللي بيمر بيه البيوت اللي فيها الرجل 50 والمرأة 40، قولوا لي أسئلتكم واكتبوا لي تحت الفيديو ده انتوا عايزين نتكلم عن ايه بالظبط. انا وعدت السيدة ان انا هتكلم على التغيرات اللي بتحصل عند الراجل، ووعدتها هتكلم كمان عن الهبات الساخنة عند الرجال. وبوعدكم دلوقتي لانه التي ار تي مش متاح لكل الناس، ومش مفروض كل الناس تاخده ولا تستسهله. هنتكلم ازاي نساعد الاندروبوز ان هو يعدي بسلام. لو عندكم اسئله في الموضوع ده وحاسين ان هو مهم بالنسبه لكم وعايزين اتكلم فيه، اكتبوا لي في التعليقات، ويعطيكم العافيه ويعطيكم سلام. لانه في المرحله اللي انتوا فيها دي اكتر حاجه انتوا محتاجينها هي السلام، وده مش هيجي غير بالتفهم. كل واحد يفهم ان شريك حياته دلوقتي بيمر في وقت عصيب، واول حاجه هو محتاجها تفهمك انت يا شريكي، سواء كنت راجل او ست. يعطيكم الف عافيه.